اتمنى ما تكونش مصحى، لان بس اللي اتقن نية القلب هو اللي هيقدر يعمل ده. لكن عموما التجربه هتكون مثيره للاهتمام. وبمجرد ما فعل نية القلب شاف الطاقات الاربعه في فوضى فعلا قدامه، ولكن سرعان ما قدر يرتبهم كلهم. الترتيب اللي عمله ما كانش كفايه، ولقى ان محتاج دقه اكتر. وبعد ما ركز شويه كمان الطاقات الاربعه شبه وصلوا لترتيب مثالي، وتاثير الترتيب كان واضح جدا على لمعان البلوره. وفجاه مع سطوعها الشديد هو اترمى بقوه ناحيه المكتبه، وفكر لو ان المانه اتحركت ولو بنسبه صغيره فهي هتسبب موجه صادمه. وادرك ان عشان كده طلبوا منه يكون واخد حذره. بعدها هو قاعد بيفكر في اللي المفروض يعمله. عدى شويه من غير ما يوصل لحاجه جديده، وفي الاخير قال انا هفضل احاول وخلاص. ومن غير ما ياخد باله كان الزمن عدى بسرعه، وكل المحاولات اللي كان بيعملها كانت بتبوء بالفشل. مع كل محاوله كان بيفشل فيها كانت بتسبب في وقوعه، لكنه مع ذلك كان بيقوم مره تانية. وبعد محاولات مستميته اخيرا نقى ضوء المانا العنصري، وسمع ريبي الويتنر بيحييه على انهاء اجتياز المحاكمه. وابتسم ما سمعه بيلقبه بخليفته في السحر. انا اتقنت نيه القلب، وكمان هحصل على صفحات جديده في كتاب ادريد، ده غير حصولي على تقنيه نسج حلقه الرنين. بعدها بشويه وهو ممدد على سرير اتفاجئ انه خرج من الكتاب ورجع للعالم بتاعه. اما بص على الكتاب عشان يتاكد لقى صفحات جديده بتتشكل. واخيرا حصلت على طريقه لانشاء الدائره الثانيه. لحد اللحظه دي ما كانش لسه انتهى من التجهيزات، وفكر انه هيتقن الدائره الثانيه قبل ما المباراه القادمه تبدا. كل ده كان حصل في اليوم اللي قبله. اما في الزمن الحاضر وتحديدا في الساحه، ووقت ما اديلا كانت مستعمله تقنيه هالو الخاصه بعنصر القمر، واثناء ما كان هيل واقف والمفروض انه عاجز عن فعل اي حاجه، هي تعابيرها اتغيرت من اللي شافته. فهيل كان فعل تقنيه نسج الرنين واستخدم مهاره الظلام الاعمى. انا ادمج دائرتين لا نهائيتين، والدمج اللي عمله اتسبب في تجلي ايدين عملاقه، والايدين متزامنه مع حركه ايده. ايتها التعويذه كوني يدي وقدمي باراده حره. ووالد هيل هو كينجن كانوا مصدومين من اللي شايفينه. اما اديلا فبقت هي اللي عاجزه عن الحركه، فالمنظر اللي شايفاه مرعب ومهيب فعلا. ووقتها هيل فعل مهاره لهيب البركان. بسرعه حاولت تستعمل السحر الدفاعي، وهيل قال الرنين الاصدار الاول. وهنا اتفاجئت اكتر اما شافت السلاح العملاق اللي ظهر. وفي نفس اللحظه دي قذف السلاح طلقاته ناحيتها، واديلا ادركت ان مفيش حاجه هتقدر تعملها. انت رجعت مره تانية يا هيل، رجعت هدفي مره تانية. وانهال السلاح عليها بطلقاته بامر من هيل. الهجوم كان عنيف جدا لدرجه ان المعلم نفسه اتاثر. وبعد ما التعويذه بتاعته انتهت هي مالت ووقعت على الارض. هيل هو كمان كان باين عليه الارهاق، وده خلاه ينزل على الارض عشان يلحق توازنه. والمعلم اعلن عن فوزه. في الوقت ده في الجناح كينجن شاف والد هيل بيمشي، وسأله لو انه هيغادر دلوقتي، وهو رد عليه انا عندي مواعيد تانية. وكينجن قال بالتاكيد. وبعدها وصى على هيل وهو بيقول انت فعلا مش بارع في الكذب. بعدها هيل كان انتهى من لقاء تاني مع الصحفيين، وهو ماشي ومرهق على الاخر فكر ان بواسطه الدائره اللانهائيه التانية بالاضافه لنسج الرنين، ومع دائره نيه القلب لتضخيم السحر، ومع سحر القمر واللي هو سحر هجين بيجمع بين سحر الضوء والسحر المظلم، قدر يضبط شده العناصر دي كلها عشان يضيق نطاق الهجوم. وده خلاه يقدر يواجه سحر القمر اللي عمله حاجه صعبه اي حد فعلا يعملها. فهو لاحظ البنيه السحريه لفتره وجيزه، ونجح يتلاعب بدقه بالمانا. واللي خلاه يتحكم في المانا بشكل اكبر هو تنقيته لضوء المانا العنصري. من غير العناصر دي كلها كان مستحيل عليا هزيمه اديلا. في الوقت ده في الاكاديميه كان قاعد مستني شويه، والارتباك كان باين على الطلاب. ولو جينا نبص على اللي شايفينه هنلاقي قدامنا كينجن زعيم البرج الازرق. وبعد ما قرب شويه كمان رحب بهيلي اللي ما كانش واخد باله منه، وطبعا اتفاجئ اما شافه زعيم البرج الازرق بشحمه ولحمه. وجيت عشان اتكلم معاك شويه يا هيل. بعدها كانوا راحوا قعدوا في مكان لوحدهم، واول حاجه كينجن عملها هو ان يتاسف له الازعاج وقت ما هو متعب كده. انا شفت المباراه والمعركه كانت ممتازه. وبعد ما هيل شكره على مدحه هو على طول قال انا هسالك بشكل مباشر، هل وصلت يا هيل للدائره الخامسه؟ وهنا هيل اتجمد شويه، لكن بعدها ما قعد يفكر عرف ليه كينجن بيساله السؤال ده. لان الاول اعتقد ان هو بيستعمل سحر الحفظ، وسحر الحفظ مش موجود الا في الدائره الرابعه. وبما انه استعمل سحر محدش شافه قبل كده من الطبيعي جدا يفترض ان هو وصل لدائره اعلى، والدائره اللي فوق دي على طول هي الدائره الخامسه. كنت فاكر ان سيد البرج الازرق هيقول اني استعملت الحفظ عشان انفذ المهاره، لكن محدش يعرف اني استعملت الدائره الثانيه. وابتسامه عرفه ان هو فعلا ما استعملش الدائره الخامسه. ما استعملتهاش، امال ازاي استعملت سحر من الدائره الثانيه؟ طبعا يا مشاهدين انتوا اتلخبطتوا معايا، لكن هشرح لكم بسرعه حاجه بتحصل لو اي ممارس للسحر استعمل الدائره الرابعه واللي معروفه بسحر الحفظ، ما يقدرش يستعمل وقتها الا الدائره الاولى، والدائره الثانيه والثالثه هيبقوا شبه مش موجودين. اما لو الشخص بيستعمل الدائره الخامسه فهو كده هيكون في مقدوره استعمال الدائره الثانيه. وده اللي خلى كينجن يساله باقتناع لو انه استعمل الدائره الثانيه. حد فيكم يحكي ويقول طب ازاي هو اصلا مستواه قليل؟ ويا اللي سالت انت فعلا عندك حق، لكن ما حدش يعرف المعلومه دي الا هيل. وكل اللي يعرفوه عنه هو انه وصل للدائره الرابعه، لكن اصلا هيل لسه واصل للدائره الثانيه. وبالعوده لهيل فهو رد على سؤال كينجن وقال له انه استعمل سحر الرؤيه. طالما استعملت سحر الرؤيه هل ممكن استعملت سحر التعديل، السحر اللي ذكرته خلال المقابله الاخيره؟ وهيل قال ايوه هو ده. واللي خلاه يوافق ويمشي مع كلام كينجن هو ان لو كان قال له انه استعمل دائره من المستوى الخامس كان هيحصل ضجه كبيره جدا في الاوساط السحريه. وده لان هيل عمره بس 18 سنه، غير ان بعدها ما كانش هيبقى عنده كلام يقوله لو اضطر يستعمل سحر من الدائره الثالثه. انا لازم في الوقت الحالي اخلي الامر مخفي. وبعدها كينجن قال له ان اللي عمله شكل لا يصدق من سحر الرؤيه، لكن
لكن ايه علاقة اللي عملته مع سحر الدائرة التانية؟ وهيل قال انا حسنت سحر الحفظ. معقولة فعلا حسنته؟ يبقى عشان كده عرفت تعمل اللي عملته. ده مذهل جدا يا هيل، مذهل جدا، عجبتني. مستحيل اي حد يحسن نقاط الضعف في سحر الحفظ، لكن انت عرفت تعمل ده. وفي اللحظة دي هيل اتفاجئ من العيون الحمراء. ايوه، فعيون كينجن كانت بص عليه محمرة جدا ونظراته بتحدق فيه بشدة. هيل كان مرتبك جدا وعم الصمت اللحظات وهم على الحال ده لحد ما كينجن قال له كده كفاية. بما ان مفيش علامة على وجود خطوط المانا النموذجية لسحر الدائرة الخامسة، فانا دلوقتي بقيت متأكد من صحة كلامك. انت فعلا لسه ما وصلتش للدائرة الخامسة، وانا دلوقتي هروح وهشرح للصحفيين كل حاجة. ومشي هو باصص على هيل كأنه عارف انه خافي حاجة، وهيل شكره جدا وطلب منه ياخد باله وهو راجع. مع ان اللقاء ما بينهم كان مجرد دقايق، الا ان هيل حس ان عدت ساعات. وما تخيلش ابدا ان سيد البرج الازرق هيحاول يفحصه بعيون اليشم الاحمر السحرية. والعيون دي بيتقال ان سيد البرج السحري الازرق قادر بواسطتها يخترق جوهر المانا. وبيتقال برضه ان الشخص الابرع في العالم استخداما لعيون اليشم الاحمر السحرية. ده انا حسيت ان هياكلني بعيني. كويس انه ما اكتشفش سري، فكتاب ادريد العظيم ما اقدرش اكشف عنه بتهور. اليوم اللي بعده هيل كان انتهى من نزال تاني وقدر يتفوق على خصمه بسحره الفريد. واثناء ما كان ماشي سمع حد بينده عليه، وما بص عشان يشوف مين اللي بيكلمه، لا اديلا الموهوبه بسحر القمر اللي كان واجهها في النزال اللي قبله. وبعد ما رحبوا ببعض سالها عن اللي جاي عشانه، وهي قالت مش مشكله كبيره، بس كل اللي عايزاه هو الحصول على بعض التعليقات بخصوص المباراه اللي خضناها، بس لو انت مرهق دلوقتي ممكن نعمل ده بعدين. هو قال لها انه ما عندوش مشكله وممكن يعملوه دلوقتي، وعرفها ان رد فعلها هيساعده هو كمان. اما هي فسرحت في كلماته وجالها نفس الشعور اللي جالها اثناء المباراه، وفكرت انها عايزه تمتلك نفس الهاله اللي بيمتلكها في يوم من الايام. في الوقت ده في المقر الرئيسي لمجموعه شين بنلاقي بنت واقفه بص على احد لقاءات هيل، وبغضب قالت انها كانت فاكره ان كل حاجه انتهت بالفعل. اخي انت هتسيب هيل في حاله كده؟ وبتطلع الابنه الكبرى لعائله شين واللي اسمها هيسي. وقتها سالها عن اللي المفروض يعملوه، واخوها اسمه شين جان. اما هي بعدها فقالت له افترض ان هيل رجع للعيله مره تانية، هل فاكر الامور كانت ماشيه ازاي قبل سنه؟ متهيألي انت فاكر ده اكتر من اي حد تاني. انا مش عايزه نعدي على نفس الاحداث مره تانية. وهو قال ما تقلقيش يا هيسي، فمن سنه فاتت ممكن نقول ان الولد ده كان معجزه، لكن دلوقتي هو مجرد قطعه من القمامه واللي قادر تستعمل السحر من الدائرتين فقط. فمش انت بس اللي شفت نزلاته، انا كمان شفتها. لكن يا اخي الناس بيصابوا بالجنون بسبب مدى روعته. وجان ضم ناحيته وبيقول اسمعي لي كويس يا هيسي، لحد دلوقتي كل خصوم هيل في المباريات طلاب من الدائره الثالثه، وبيواجهوا ساحر من 4 دوائر. طبعا لازم يفوز عليهم بسهوله. وفي عيب فادح عند هيل، والعيب ده هو انه مش متوافق مع الذكاء الاصطناعي، ويا دوبك بيعوض عن النقص ده باستعمال الحيل والخدع. وفي النهايه هيل اقل بكتير من ساحر نموذجي من فئه الدائره الرابعه، ومستواه اقل بكتير من شخص في المستوى ده فعلا. كلامه طمنها شويه، وعشان تحسن مظهرها قدامه قالت له انها هي كمان كانت فاكره نفس الحاجه، وان مهما حاول يعمل فهو اشبه بطفل يزحف على الارض. وهو كمل وقال الغير متوافق سيكون دائما غير متوافق. بعدها سمعها بتقول له بطريقه او باخرى بحس انه بيشكل تهديد لمكانه رئيس الاسره التالي. الكلام اللي بتقوليه مش جاي في اوانه، واحنا وقتها ممكن نتعامل معاه. بعدها في الساحه وقبل الغروب هيل كان لسه منتهي من النزال، وطبعا فاز فيه زي كل النزالات اللي قبله. وبكده شين هيل بقى بطل النصف الثاني من السنه، والطلاب هدفوا بان المعجزه رجع مره تانية. شين هيل العبقري ذو السحر الجديد اللي بيتفوق على سحر الذكاء الاصطناعي. انت رائع يا هيل، ده الكل بيتكلم عن مهاراتك. واثناء ما صديقه جيسو كان مبسوط جدا بيه وبيعبر عن مدى انبهار الكل باللي عمله. 3 من الطلاب كانوا موجودين في نفس المكان، وواحد منهم ذكر ان الولد ده ولا حاجه من غير سحره الخاص. بعدها واحد من المعلمين من الاكاديميه قال له انه فخور جدا باللي عمله. وجيسو كان قال يا معلم متهيألي كده لازم نعمل احتفال بخصوص انتصار هيل. هيل كان عايز يتهرب لكن المعلم وافق بفرح، وطبعا ده خلى جيسو كان يفرح جدا. لكن هيل قال انا اسف جدا يا جيسو كان، لان عندي موعد مهم ولازم احضره. موعد مهم؟ انت لازم تيجي معانا، انت اهم يا جيسو كان، ده انت ضيف الشرف. وشافه بيبعد وهو بيتاسف له جدا. بعد ما غير واثناء ما كان في الطريق تعابيره كانت متغيره جدا وهو رايح للموعد، ولقى شخص هناك قال له انهم كانوا مستنيينه. هيل كان عارف الشخص ده وهو واحد من كبار الخدم لعائله شين، والراجل قال له ان سيد العيله مستنيه وانه دلوقتي هيوديه للسكن الرئيسي. وراحوا بالعربيه لاسرع عائله شين. وهيل وهو ماشي فكر ان عدى السنه من وقت ما جه هنا، وبنعرف ان من وقت ما تم اكتشاف انه غير متوافق مع الذكاء الاصطناعي السحري، وبعد تمرده على والده بارد المشاعر وهو انتقل لمساكن الطلبه في الاكاديميه، ومن وقتها ما تسمحلوش يحط رجله في بيت العيله. اما دخل جوه القصر وبص حواليه لقى ان كل حاجه ما اتغيرتش، فهي زي ما كان سابها قبل ما يمشي. وما مشي شويه كمان وصل لغرفه دراسه الاب، وفي سره قال انا رجعت مره تانية. اول ما خبط على الباب بايده الاب طلب منه يدخل لان كان عارف ان هو اللي جاي. وهيل دخل مشبع بالثقه. هيل اتفضل اقعد، انا كنت فاكر انك فاشل، لكن مع سرعه ترتيل ابطا 20 مره من المتوسط، والتعاويذ اللي بتختفي بمجرد فقد التركيز، وعدم قدرتك على الترتيل المتعدد كمان، فوق كل ده الكل اعترف بموهبتك الاستثنائيه. وقتها لو فاكر اقترحت عليك تروح ناحيه الذكاء الاصطناعي السحري، لاني كنت عايزك تحقق اقصى استفاده منك. وعموما المحاوله اللي طلبتها مني ما كانش عندي اي توقعات عاليه بخصوصها، فانا شفتها مجرد خطوه يائسه من قبل شخص محاصر. والدي انا فاهم اللي بتقوله. وباباه يكمل وقال انا شفت المقال اللي نشره بايك سيوك، والصراحه اعتقدت انها هتكون فرصه جيده
جيدة عشان ترجع لرشدك بعد الهزيمة الساحقة اللي هتتعرض لها، لكن انت تخطيت توقعاتي تماما، قدرت تتغلب على عدم التوافق اللي جواك وطورت سحرك اللي سميته سحر التعديل. الرهان اللي عملناه انا وانت انت فزت فيه. هيل ادائك القتالي كان ساحق، تستحق فعلا يطلق عليك ساحر حقيقي. وهيل كان متفاجئ من رد فعل باباه وشكره جدا على مدحه. اما هيوك فكمل وقال من اول دلوقتي العائلة هتقدم لك الدعم الكامل، انت بس قول لي كل اللي محتاجه في سعيك وراء السحر، بالاضافة اني بمنحك الاذن بالعودة لعائلة مايدوشين. وهيل ما كانش مصدق نفسه، اخيرا رجعت العيلة مرة تانية. لكن بعدها بابا قال له في حاجة تانية، حاجة اخيرة، وفي الحقيقة هي تحذير. لو انا حسيت في اي وقت انك في حالة ركود او تراجع فانا هدمر دوائرك شخصيا. وشين هيل زي ما كان متوقع عن باباه بيمتلك هالة مخيفة، كان عارف ان دي هي فرصته الاخيرة، وعرف بابا انه فاهم كلامه كويس. وبعد ما بابا رجع مكانه تاني سأله عن هدفه الحالي. وقتها هيل سأله عن الهدف اللي بيتكلم عنه، وهيوك قال انت قلت لي مرة واحدة كده ان عندك هدف، وكنت ذكرت حاجة بتقول انك هتبقى رئيس عائلة شين واخواتك جان وهيسي بالاضافة لهي ومنجي، انت اكتر واحد متأخر ما بينهم. وهيل قال زي ما قلت لك قبل كده هدفي النهائي هو اني ابقى رئيس العائلة مش اكتر ولا اقل، واول حاجة هعملها هي اني اخلي كل فرد من العائلة يعترف بيا. ويا ترى بتخطط تعمل ده ازاي؟ وهيل بحماس قال من خلال المشاركة في الاولمبيات العالمية خلال شهرين، وانا عارف ان هينضموا منافسين من جميع انحاء العالم للحدث ده، ومن هناك هرجع بالميدالية الذهبية للبيت. الاولمبيات العالمية للسحر حدث بيقام سنويا وبيكون حصريا لطلاب الاكاديمية اللي اعمارهم اقل من 20 سنة. وهنا هيوك والد هيل قال له افضل سجل لبلادنا لحد دلوقتي هي الميدالية الفضية اللي فاز بيها سيد البرج الازرق، وانت دلوقتي تدعي انك هتفوز بالميدالية الذهبية في الاولمبيات. هل مدرك عدم الواقعية في اللي بتقوله؟ ما افتكرش انك مدرك. وهيل قال انا عارف، وعشان كده عندي شرط ليك يا والدي. وما سأله عن الشرط اللي يقصده هيل قال له ان خلال الشهرين السابقين للبطولة عايز يمنع اخواته من استهدافه. وهيوك في سره قال طفل جريء بيضغط عليا بوعده بالفوز بالميدالية الذهبية وبيتشرط عليا بحماية فورية، وفي العادة انا برفض النوعية دي من الحاجات، لكن ممكن ما تكونش فكرة سيئة. وبكده هيوك وافق على شرطه. اليوم اللي بعد الصبح في الأكاديمية تحديدا في مسكن الطلبة في غرفة هيل كان نايم على الأرض من شدة الإرهاق بسبب دراسته للسحر طول الليل، وبعدها بلحظات صحي وكان مستغرب إنه نام أصلا على نفسه، وفكر إن بمجرد عودته لملكية العائلة على طول شرع في النظر في متطلبات الاختبار الثاني. أنا صحيح اجتزت الاختبار الأول لكن أوصل للدائرة الثالثة لازم أجتاز الاختبار الثاني. الاختبار الثاني اللي هيل بيتكلم عنه هو الاختبار اللي يخص كتاب إدريد، وعاوز ينجح في الاختبار ده عشان يطلع له صفحات جديدة ويقدر يوصل لسحر الدائرة الثالثة. وعارف إن عشان يعمل ده لازم الأول يتقن الدائرة الثانية بشكل كامل. عشان أتم امتحان الدائرة الثانية أنا بس محتاج أحط إيدي هنا وأحرك المانع وفقا لتوافق المبادئ. وأثناء ما كان بيعبر عن انزعاجه من الكتابة اليدوية وصفها بأنها فوضوية جدا بسبب دفع الطاقة، لقى نسيج بيتشكل قدامه وهو حاول يركز ويخليه متناغم، لكن لأنه حس إن مش بكامل قواه الذهنية قرر إنه هيروح يتمشى شوية عشان يصفي ذهنه. وهو ماشي في أنحاء المدينة لقى إن كان محتاج يصفي ذهنه فعلا، لأن أحيانا التفكير المفرط متعب. المشي وتناول الإفطار سأحفر أعمق في عالم الطمأنينة. وفي اللحظة دي حس إنه سمع صوت قريب منه، وأما بص لقى حاجة طايرة في وشه، والحاجة بعد ما خبطت في وشه وقعته على الأرض وهو واقع كده بنت سألته لو إنه بخير، وما بص عشان يشوف مين استغرب إنها أدي هي اللي بتطمن عليه. على أي حال إيه السبب اللي خلى كيس البلاستيك ده يطير ناحيتي؟ وهي شرحت له إنها كانت بتدوره من كتر الفرحة لأنها كانت على وشك تشرب حليب الموز، ولكن بعدها صدفة لقيته طار لبعيد وقعدت تتأسف له جدا وهي محرجة. وهو قال عموما مفيش مشكلة غير إني بفضلك حصلت على حليب الموز، بس معقولة تكوني بتشربي نفس الحليب ده من زمان؟ وهي قالت طبعا ده أفضل مشروب صنعه البشر على الإطلاق. شكلك بتحبيه جدا، الكمية كبيرة فعلا. وهي بعدها قالت سمعت إنك رجعت لعائلة مايدوشين، وهو قال ده حصل فعلا. بعدها سألته له إن لسه حلمه إنه يبقى رئيس البرج السحري. هل سمعتيني قلت حاجة زي دي؟ طبعا قلت، ده احنا اتكلمنا كتير زمان، يمكن انت بس مش فاكر. وهو قال لها ان الحلم ده ما عادش حلمه. معقولة؟ هل ممكن اتنزلت عن الواقع؟ عموما كده برج السحر بيمتلك العديد من الاشقاء البارزين، وانك تحاول تبقى رئيس البرج مش هتبقى حاجة سهلة اطلاقا. انتي اللي بتتكلمي عنه. انا حلمي هو ان ابقى سيد السحر، انا عايز اقف على قمة كل الصحراء، لا على قمة كل الابراج السحرية. ده هو هدفي يا اديلا ستارت. قمة الصحراء ده هدف يفوق الخيال، لكن كشخص بيتابعك فاللي انت هتعمله حاجة جميلة بجنون. بعدها بالليل في البرج السحري السكني بنشوف هيسي متوترة جدا ومرتبكة، وندهت على اخوها جان بنبرة فيها يأس كبير وسألته ازاي مش حاسس بالقلق كده، وهو قال الاب لازم يكون ليه اسبابه، وفي سره قال مش مصدق انه حط الشروط دي. اللي حصل انهم وقت ما راحوا له المكتب لانه كان طلبهم، جان وقتها سأله عن سبب تواصله معاهم، وهيو كان قال انا عارف شخصيتكم كويس عشان كده عندي حاجة ليكم. خلال الشهرين الجايين محدش فيكم يتدخل في امر هيل اطلاقا. والخبر طبعا صدمهم لان ده كده هيمشي غير الخطة اللي هم كانوا عايزين ينفذوها. وقتها هي كانت هتنفعل وجان وقفها قبل ما توقعهم في ورطة، وبلطف سأل باباه عن سبب كلامه ده، وهيوك قال انتوا الاتنين عارفين ان هيل رجع رسميا وهو لا يزال قاصر، وكونه بعد سنة كاملة عن العيلة ده خلى فيه فجوة بيننا وبينه بمقدار سنة، وعشان كده شفت ان لازم نمنحه شهرين عشان يرجع يتكيف مع العائلة مرة تانية، ولان عارف ان انتوا الاتنين تحديدا هتراقبوه كويس، وطبعا السبب
السبب هو المنافسة على الرئاسة، وجان كان متضايق جدا، لكن مع ذلك تمالك نفسه وعرف يكتم غضبه جواه. عرف بابا انه فهم وسأله لو ان في حاجة تانية، والاب قال لا، والظاهر انك متعب، عشان كده تقدر ترجع وتستريح. وبالعودة للحظة الحالية، هيسي سألت جان عن السبب اللي خلاه يمشي من غير ما يقول لباباهم حاجة، واستنت لحظات رده بفارغ الصبر، وبعدها هو قال انا مش هقدر اقبل ده. وفي سره قال نظرا لان هي ومنجي مش مهتمين بالتنافس على منصب الرئيس، فانا دلوقتي فهمت السبب اللي خلى الاب يستدعينا احنا الاتنين بس. ولكن هل من المنطقي يبعدنا عن هيل بسبب فجوه مدتها سنه واحده؟ لو بابانا كان على طبعه العادي لكان زمانه قال ان فجوه سنه واحده هي عدم اهليه للوريث، غير ان حمايه هيل ما تتطبقش الا على سن 16 سنه، واللي معناه ان 17 سنه ابعد من الكلام ده كله. يا ترى ايه اللي خلاه يقول حاجه زي كده؟ وهيسي قالت هل ممكن يكون وهو فهم كلامها وقال لها مش ده الموضوع، فهيل لسه ما بينش كفاءته للاب بشكل كامل. ممكن نقول ان شاف بعض الامكانيات فيه، او الاب مهتم بالنظام السحري الغامض اللي بيتقنه، او هيل والاب عقدوا صفقه اي نوع من الصفقات. ده مش صحيح ابدا، ده مش قرار والدنا ياخده. شين هيل المزعج جاي يخرب الدنيا، هل لازم اتصل بكل الرجال اللي كانوا بيتبعوه؟ وهو قال ممكن لو انهم مش واثقين من الوقوع في قبضه الظلال، والظلال اللي ذكرها هي وحده استخباراتيه بتعمل كقوه سحريه للبرج السحري، والاب بيتعامل معاها بشكل مباشر. فريق نوبه بيتعامل مع مهام التسلل وجمع المعلومات ومهام الحراسه. ممكن نقول ما فيش حاجه ما بيعرفوش يعملوها. وجان قال كمان انا عايز اعرفك حاجه، انا سحبت كل المراقبه اللي كانت متوجهه ناحيه هيل، لكن يا اخي ايه اللي ناوي عليه؟ وهو رد عليها وقال انا هخرج بره الاول. جان فكر ان حتى لو هيسي وقفت على كلام باباها واللي نص على انهم ما يعملوش حاجه لهيل لمده شهرين، فهو برضه مش هيكون راضي على عدم قيامه بفعل حاجه، وشاف ان لو هيل عقد صفقه مع الاب فكده الامر هيكون محفوف بالمخاطر. انا كده هضطر استشير البرج الاسود. اليوم اللي بعده الصبح في اكاديميه اوبليسك، المعلم كان مدح كل الطلاب وعرفهم ان كده انتهت تقييمات منتصف العام، ودلوقتي خلونا نسقف، فاحنا بنتشرف بالحصول على المركز الاول في فصلنا. تهانينا يا شين هيل، من بين كل الاشخاص اللي عمرهم 17 سنه في البلد نقدر نقول انك الافضل ما بينهم، ولانك بالفعل في المركز الاول فانت ممكن تحقق نفس المنصب في الشهرين الجايين وتهدف الى المنافسه في الاولمبيات العالميه. وهيل قال ده اللي ناوي اعمله. وقتها هو راجع لمكانه تاني، 2 من الطلاب اللي ما بيعجبهمش العجب كانوا باصين عليه، وهو سمعهم بيقولوا ازاي بيتفاخر بعد كام مباراه خاضها، واحنا متاكدين انه يخسر السمعه دي بعد شهرين. وزميله قال وحياتك بعد اسبوع بس. وهيل قعد من غير ما يدي اي تعليق، واترسمت على وشه ابتسامه لانه عارف انه هيعرف. اخيرا خلصت، مش فاهم ايه الجديد في 8 فترات من الدروس النظريه. وهيل رد على جيسكون وقال على الاقل بكره هيكون مجرد تدريب عملي، ووقع على الارض من الخبطه اللي خبطها له. مفروض انك ساحر، ازاي بالقوه دي كلها؟ وهيل قال باين ان انت الضعيف. انا ضعيف يا ساحر يا ضعيف انت؟ صح افتكرت انت مش ضعيف زي زمان. يا خساره مش هعرف اضايقك زي ما اعتدت على ده. وهيل قال له ان لو منزعج كده فالاحسن يروح ويتغلب على ضعفه. وجيسوكان قال له ان اول حاجه هيعملها بعد ما يبقى اقوى هو انه هيرنه العلقه التمام. عموما يا جيسوكان ايه رايك نروح على غرفه التدريب بعد العشاء عشان التغيير؟ وما شاف تعبيره اتحولت على فجاه ساله عن سبب رد فعله الغريب. يعني بصي هيل انا مش في احسن حاله دلوقتي. مش في احسن حاله؟ ممكن تقول لي بس انك مش عايز؟ لا خليني اكون صريح معاك، الفكره مش اني بكره ممارسه الرياضه، انا بس بكره ممارسه الرياضه معاك. واما هيل ساله عن السبب جيسوكان على طول قال الامر معاك بيكون مخيف، لاحظ الطريقه اللي الناس بيبصوا لك بيها وانت هتعرف كل حاجه. بعدها في غرفه تدريب اكاديميه اوبليسك هيل كان بيتدرب وبيشيل اوزان تقيله جدا فعلا، والطلاب اللي كانوا هناك باصين عليه وكانوا مرعوبين جدا منه، وسالوا ان ازاي شخص اصلا في الاكاديميه قادر يرفع كل الوزن ده. وواحد منهم قال مش ده شين هيل، والتاني كمل كلامه ده الطالب في السنه الثانيه اللي فاز بالمركز الاول في الامتحانات النصفيه. وهيل بعد ما كان انتهى من اخر عده كلم نفسه بسر وقال اثناء ما كنت بركز على اتقان الاسلوب السحري اهملت تدريباتي البدنيه فعلا. ده حتى مكتوب في كتاب ادريت بالخط العريض ان الدائره اللانهائيه كونها دائره ضخمه بتتدفق في جميع انحاء الجسد كله بتتطلب جسد قوي عشان يحصل الكفاءه المناسبه. وفكر ان لازم يشتغل كويس على تدريبات الجسديه جنبا الى جنب مع الممارسات السحريه. انا لازم اوصل للمثاليه الجسديه. واليوم اللي بعده الصبح في الاكاديميه بنشوف نمر ب3 عيون بيزهر بقوه، واللي بيحصل هو ان هيل في الساحه تدريبيه وحوالين منه 3 نمور هولوجراميه، وفي اللحظه دي ال3 انقضوا عليه. لحق بسرعه يتفادى هجومهم وباستعمال العنصر الرياح قدر يهزم واحد منهم، والاتنين التانيين بعدها هجموا عليه على طول. لكن هيل كان سريع وعدى من جنبهم، ولانهم كانوا خبطوا في بعض واتعطلوا لحظات ده خلاه يلحق يستعمل لهب بركاني وفجر واحد منهم بحركه من صباعه، وما عداش كتير والتاني هو كمان تلاشى. وصوت قال اكتمل التدريب العملي على الوحش راش. وطلع المعلم المسؤول عن التدريبات وعرف هيل ان النتيجه واضحه وانها علامه كامله. بعدها واثناء ما هيل كان قاعد فكر ان بفضل الدائره اللانهائيه قدراته الجسديه زادت بمقدار 1.5، وان اكيد هيتحسن اكتر بعد ما يوصل للدائره الثالثه. انا لازم اعزز الدائره اللانهائيه بشكل اكبر. وقفل عينيه وبدا يركز، فهو ناوي يعززها دلوقتي هو قاعد هنا. واول خطوه جرب يعملها هي تدوير المنى في كل انحاء الجسد، وبعدها حاول يضبط تردد الاهتزاز ومعدل الدوران لكل حلقه بنسب معينه. وبعدها جرب يزود نقاء المنى لحلقه الاراده بنسبه مخصصه جدا، حاول يزود النسبه شويه كمان، والحلقتين فعلا كانوا يتحدوا مع بعض. مش فاهم ايه اللي بيحصل معايا، معدل المزامنه بيوصل عند 99 ويقف،
بغض النظر عن عدد المرات اللي حاولت فيها دايما بقف عند 1%. ورغم فشله المتكرر ويأسه الواضح بيستعيد حماسه مرة تانية، قايل انه هيجرب بشكل لا متناهي. بعدها على طول اتنقل لتمارين الجري، وهو بيجري حس ان اتوهم بحاجه جنبه، واما بص لقى حد فعلا في الناحيه التانية. واتفاجئ اكتر لما لقاه بيحاول يوجه له لكمه، ومع ان الهجوم كان مفاجئ الا انه لحق يتفاداه بسبب قدراته الجسديه العاليه. انت ايه اللي بتحاول تعمله؟ مش ممكن، انت بايك سيوك. وقتها حاول يهجم عليه مره تانية لكنه عرف يتفادى الهجوم بسهوله، وبايك سيوك نزع القناع من على وشه وبيقول له انه بيهرب زي الفيران. اما هيل عشان يستفزه فقال له دي عطله نهايه الاسبوع وانت لسه ما رجعتش للمنزل، ومتهيألي السبب هو انك ما ينفعش ترجع لبيتك وانك تحت المراقبه، فحتى لو حاولت ترجع مش هتعرف اصلا. بايك سيوك قال له يخرس لا اما هيقتله. اما هيل فكمل وقال انت استعملت سلطه عيلتك واديك شايف النتيجه، وعموما حتى لو ما كنتش تحت المراقبه فانت مش هتعرف ترجع لبيتك لانك هتكون محرج جدا، ومتهيألي انت في الشارع لان ما عندكش مكان تروح له يا بايك سيوك. وبايك سيوك في اللحظه دي استعمل قدره سحريه. ايها النزل، بتستعمل السحر في الشارع، واصلا السحر ممنوع استعماله خارج الاكاديميه، واي حد هيعمل ده هيكون عليه عقوبه. لكن سيوك ما اداش اهتمام لده وقرر يهجم عليه، وفي اللحظه دي هيل خطط للي هيعمله. بسرعه اتفادى الهجوم ولوح دراع سيوك، وطبعا سيوك كان مستغرب جدا من سرعته. اما هيل بعدها فثبت رجله وراه ونزله على الارض بقوه، وفضل مثبته مع ان كان عمال يوصفه بالوغد وبيأمره يسيبه حالا. هيل طبعا ما سابهوش لحد ما يتم اخذ اجراء مناسب معاه، واما الجهه المعنيه حضرت خدوه قالوا انهم هيهتموا بالموضوع من اول هنا. اما هيل فشرح للمسؤول ان سيوك هو اللي هاجمه، ان كان لازم يتصدى ليه لانه استعمل السحر ضده، وكل ده يا سيدي هتلاقيه موجود على الكاميرات. المسؤول قال له انهم هيتكلموا عن التفاصيل بكره في الاكاديميه، اما دلوقتي فالوقت اتاخر وان لازم يرجع لمسكنه. وهيل في سره قال انا كان لازم اتصدى له، فهو اللي عاجبني بالسحر وكل موجود في الكاميرات. اليوم اللي بعده في الحرم الجامعي الطلاب كلهم شافوا الخبر اللي حصل بين هيل وبايك سيوك، ومحدش منهم كان متخيل انه ممكن يستعمل السحر في الشارع، ولكن استغربوا لان لقوا العقوبه هي ان بايك سيوك تم منحه 10 نقاط لاستعماله السحر خارج الحرم الجامعي. وطبعا كانوا شايفين انه المفروض يطرد من الاكاديميه، فاللي عملوا حاجه غير عاديه وكان ممكن يأذي اي حد بيه. هيل هو كمان استغرب جدا لما شاف الخبر، لكنه بعدها تفهم الامر لان بايك سيوك من عائله مرموقه، وان زي ما اتبرعوا بمبالغ هائله للاكاديميه عشان يحصل على اللقب، اكيد نفس الحاجه حصلت مره تانية عشان ما يحصلش على عقوبه جديده. مشي هو بيفكر ان اكيد دلوقتي بايك سيوك على الاقل بيتعرض للتوبيخ، وفعلا في الناحيه التانية باباه كان بيهزقه جدا، وسيوك حاول يتاسف له لكنه ما كانش عنده حاجه يقولها له. اما باباه فوصفه بالوغد المجنون وعرفه انه كان طلب منه يبقى هادي لحد ما يتخرج، لو عيلتنا ما عرفتش تحصل على اللقب فده كله هيبقى خطأك انت. وهو غضب بعدها ما لقى قفل في وشه ورمى موبايله من شده الغضب، كان متضايق جدا وهو عمال يردد اسم شين هيل، وقال ان لازم يلاقي طريقه ينتقم بيها، كل حاجه هي غلطه اللعين ده. وقتها واحد من المعلمين جه من وراه قال له الظاهر انك بتمتلك طغينه كبيره ضد هيل المدرب سميث، هل كوني غضبان كده حاجه سيئه؟ والمدرب قال طبعا لا، سواء بتحب شخص او ما بتحبوش دي حاجه متروكه لقلبك، لكن يا بايك سيوك هل مش عايز تنتقم من شين هيل؟ وسيوك ما كانش مصدق ان المعلم هو اللي هيقول له الكلمات دي، غير انه استشعر طاقه ما حسهاش قبل كده. بعدها في مسكن الطلبه بايك سيوك كان قاعد في غرفته وبيفكر انه ممكن يعمل احتجاج قدام الاكاديميه بشان الحكم اللي طلع بخصوص بايك سيوك، لكنه بعدها رجع نفسه مره تانية وفكر ان على الاقل كسب حاجه من ورا اللي حصل. فهيل كان جات له رساله وعرف فيها ان تم انهاء التفاوض مع عائله بايك، وان في مقابل الحفاظ على هدوء الحادثه دي عائله شين حصلت على 3% من حقوق التعدين اللي عائله بايك بتمتلكها. هيل كان عارف ان عائله بايك ممكن تعمل حركه زي دي، فهم مش بس عايزين يركزوا على نتيجه الاكاديميه والحصول على اللقب، ده كمان عايزين يحافظوا على علاقاتهم الجيده مع العائلات المرموقه، وعشان كده اضطروا ياخدوا اجراءات استثنائيه. وهيل قال اللي عمل خطوه صحيحه جدا، ففي نهايه المطاف انا كان ممكن ابقى الضحيه السليل المباشر لعائله شين، اولهم الاخت الكبرى منجي، وما بتشاركش كتير في مسابقات الخلافه، فما افتكرش انها تكون الشخص اللي ممكن يعمل حاجه زي كده. اما الاخ الاكبر هيو، ايوه بيشارك في منافسات الخلافه لكنه مش بيمتلك الشجاعه لعمل حاجه جريئه زي دي، وبكده مش هيبقى الا واحد من الاثنين، هيسي او جان، او ممكن اقول الاثنين مع بعض. هل لازم اقبض على مدرب سميث واساله؟ لكنه بعدها اتردد شويه لانه افتكر ان البرج الاسود حساس جدا للمعلومات، فسميث ممكن ما يعرفش حتى مين هو العقل المدبر، فلو قبضت عليه ممكن تبقى مجرد عمليه خطف، ولو افراد البرج الاسود هم اللي قبضوا عليا اكيد مش هتكون حاجه كويسه بالنسبه لي، وعشان كده انا هستعين بحد ما جاش على بالي ان هستعين بيه. وبعدها في البرج السحري الازرق هيل كان طلع فوق لحد ما وصل لمكتب كينجن، وكينجن كان مستنيه وساله عن سبب وجوده. عرفني بالحاجه اللي قلت عايز تقولها لي. وقتها هيل لاحظ انه على غير عادته، ومع ان كان باين عليه انه متوتر شويه الا ان هيل قرر ان ده هو الوقت المناسب وان مفيش حل تاني. وقبل ما يقول له لاحظ من تعبير وشه ان كانه بيدور على حاجه، فعلا باين ان حاجه شغلاه جدا، وفي سره قال يا ترى ايه نوع الحاجه اللي بتدور عليها ومخلياك في توتر وقلق كده؟ وساله لو انه بيدور على حاجه، وكينجن قال فعلا انا بدرس حجر سحري غير عادي بدرجه معينه، والامر استغرق وقت اطول من المتوقع. وهيل وقتها ما بص يمينه لقى جوهره سحريه تشبه جدا الجوهره السحريه اللي معاه، وفكر لو انها جوهره المانا العنصري، الظاهر انها فرصه نادره جدا ان يكون معاه نفس الحاجه. بعد ما الاثنين قعدوا عشان يتكلموا كينجن قال له بما اننا احنا الاثنين مشغولين فخلينا نخش في صلب الموضوع على طول، ايه الحاجه بقى اللي عايز تذكرها ومهمه قوي كده لدرجه مش مخلياك تستنى؟ وهيل في سره قال الظاهر انك مصاب بالهستيريا شويه، وعلى
بالمعدل ده مش هتسمع اي حاجه بقولها. وبعدها قال قبل ما نوصل للنقطه الرئيسيه في حاجه تانية عايز اقولها لك، وبتخص الحجر السحري اللي بتدور عنه يا سيد البرج. انا اقصد جوهره المان العنصري. وهو اتفاجئ جدا من ان هيل عارف عن جوهره المان العنصري. ازاي عارف عنها؟ ده انا ما اكشفتش ابدا عن اسمها ناهيك عن وجودها. وتعبيره اتغيرت لان حس ان هيل عامل مكيده. هيلك استنى، فكده الامر هيبدو اني بتجسس على البرج الازرق. انا لا سرقت معلومات ولا اعرف كتير عن اللي بيحصل جوه. وما ساله ان ازاي عرف، هو رد عليه وقال بكل بساطه لاني انا كمان بمتلك واحد. مستحيل، ده هو فعلا. وهيل كمل وقال دي هي جوهره المان العنصري المصنوعه بشكل مثالي. هيل هل عايز تقول انك الشخص اللي صنعها بالصدفه؟ وهيل اكد له ان هو اللي عمل ده فعلا. اللي بتقوله سخيف. اللي خلى كينجن يقول كده هو ان حرفيين النخبه في البرج الازرق، وحتى هو اللي يصنف ضمن 3 الاوائل في العالم في مجال الحرف اليدويه، ما تجرؤوش على صنع جوهره شبيهه لدي. ومستغرب جدا ان طالب عادي في المدرسه الثانويه عرف يعمل ده. وبعدها سال هيل ان ازاي حصل على الحجر السحري اصلا، هل برضه كانت صدفه؟ وهيل قال لا تعليق، انا حصلت عليه بالصدفه وكنت محظوظ بما فيه الكفايه لصياغته. وكينجن قال كل اللي اقدر اقوله عن الموضوع ده هو انك بتمتلك حظ لا يصدق يا هيل. عموما السحرة ليهم الحق في الحفاظ على اسرارهم، وانا مش هضغط عليك اكتر من كده، لكن هل ممكن ابص عليه بصه؟ وهيل قال له طبعا مش ممكن، ده الحجر السحري الوحيد الموجود اللي بيحتوي على عناصر 4 في وقت واحد. ورجعه له وهو بيساله عن الغرض من احضاره للحجر ده هنا. وهيل قال انا عايز استعمله لصنع قطعه اثريه. ويا ترى ايه هي نوعيه القطعه الاثريه اللي انت بتستهدفها؟ هل الملابس او قطع الديكور ولا الاسلحه قريبه المدى او البعيده؟ وهيل قال لو الامر هيحتاج فقط لتعزيز كفاءه السحر العنصري فاي جوهره ممكن تتكفل بالمهمه، لكن اللي عايز اعمله حاجه مختلفه. وكينجن قال انا فهمتك، الاحجار السحريه عاليه الجوده بتتطلب مواد عاليه الجوده برضه، فرسوم التصنيع هتبقى باهظه الثمن. يا ترى هل انت موافق على ده؟ وما لقى هيل اكتفى بالابتسام على طول اعتذر له جدا وهو بيقول له نسيت صح انك على طول الخط المباشر لعائله سحريه، طبعا رسوم التصنيع كلها هيتم تغطيتها من قبل العائله. وهيل قال لا ده مش مقبول، فانا بطلب منك تكون متاكد من ان المشروع الاثري ده هيبقى سر عن العائله وعن اي شخص تاني. يا هيل انت ماكر فعلا. طب قول لي ازاي هتتعامل مع مساله الدفع؟ فالتكلفه عموما هتكون بالقدر ده. يا ترى هل هتعرف تتعامل مع ده من غير مساعده عيلتك؟ وهيل قال الصراحه لا، لكن بدلا من ده انا هصنع جوهره المان العنصري قدامك وبكده هحللك السر اللي صعب يتحل. وهو انبهر جدا لما لقى انه فعلا عايز يسلمه طريقه التصنيع. انت كده يا هيل هتكون اهتميت بامر الدفع وزياده، عشان كده انت في وضع يسمح لك تعرض شيء اضافي اعمله لك. وهيل قال يبقى انا عندي حاجه اسالك عنها. وما كينجن ساله عن نوعيه الطلب وهل ليه علاقه بالموضوع الرئيسي النهارده. هو على طول طلع له القطعه اللي خدها من سميث، وكينجن لما شافها اتعرف عليها على طول. دي رقاقه تسويه ابتكاريه، رقاقه الغير قانونيه. ساله ازاي حصل عليها. اداني ساحر من البرج الاسود جوه الاكاديميه. يا سيد البرج الازرق في سحره من البرج الاسود مستخبين في اكاديميه اوبليسك، من فضلك ساعدني في التعامل معاهم. وبكده انتهى اللقاء بينه وبين كينجن. وبعد ما مساعده كينجن رجعته نبهته ياخد حذره وهو داخل، وعرفته انهم هيتقابلوا مره تاني قريب. وبعدها اليوم اللي بعده ما صحي من النوم فكر انه ما كانش متوقع ان كينجن هيكون هو كمان بيدور على سر جوهره المان العنصري، وابتسم لانه بفضل انه كان بيدور على السر كده هيقدر يخلي الامر سر عن والده ويصنع القطعه الاثريه في الخفاء. اما كينجن في الناحيه الثانيه فكان مستغرب جدا من كلام هيل. فاخر حاجه كان يتوقعها ان يكون في افراد من البرج الاسود في الاكاديميه، وده لان شائع جدا ان الامن مشدد في اكاديميه اوبليسك. بيقول في سحره من البرج الاسود مستخبين هناك، والدليل الوحيد هو شريحه غير قانونيه. في العادي برجنا الازرق مش هيتصرف بناء على شكوك طالب بمعلومات غير موثوقه، لكن خلينا نجرب ونتحمل المخاطره.